فريق كيو كودرز من أكاديمية تيكا تك. أنا حسام. أنا كريم شادي. وأنا هنقعد. عارفين إن أكتر من 50% من المرضى حول العالم بيواجهوا صعوبة إنهم يوصلوا للمرافق الصحية، وده ممكن يكون بسبب بعد المسافة وصعوبة التنقل وحالة المريض. تخيلوا إن في واحد مريض محتاج يتابع حالته مع الدكتور بس مش قادر ينزل من البيت، أو شخص في حالة طارئة مش عارف يتصرف. ده واقع بيواجهه ناس كتير يوميا. من هنا جت فكرتنا الهيلثي سفير، ابلكيشن مصمم عشان يوفر راحة أكتر للمريض ويقرب المسافات. تطبيقنا بيجمع بين التكنولوجي والإنسانية عشان يخلق حل شامل عشان تقدر تتواصل مع طبيبك بسهولة من البيت، وتقدر تطلب علاجك من أقرب صيدلية بدون تعب. وفي حالة طارئة تقدر تطلب المساعدة من المستشفى بضغطة زرار. هيلثي سفير هو الأمل الجديد لكل مريض محتاج رعاية سريعة وأمن. وهدفنا نوصل لخدمة صحية متكاملة من غير تعب أو ألم. دلوقتي احنا هنبدأ نشرح البرنامج. وهنبدأ أول حاجة about us، وهنا زرار about us هو ان جرين فيها كليك دي هايد، باك دروب سويتش اللي هي بتاعت السويتش اللي هي أول باك دروب خالص اللي هو قدامنا دي يشو. وهنا لما السبرايت كليك يهايد اهو يطلع لي الكلام ده اهو، يظهر زرار ريد مور. زرار ريد مور لما السبرايت كليك دي هايد وسويتش الباك دروب بتاعت ابوت اس التانية اللي هي ده. وذا بريفيوس برضه اهو لما السبرايت كليك دي سويتش باك دروب بتاعت ابوت اس اللي هي الاولانية خالص اللي هي ده. وهنا زرار الهوم لما السبرايت كليك سويتش باك دروب بتاعت اللي هي تشويس اللي هو قدامنا ده. ودلوقتي هنشرح الكود بتاع السبورت. وهنا لما الباك دور سويتش اللي هي بتاعت السبورت يسأل السؤال اللي هو بروبلم سبورت والمين سبورت والنيم سبورت هنكتب. وهنا الايميل لازم يكون في ات ودوت كوم الاتنين مع بعض. وهنا لما وما بين كل واحد وواحد يعني اقل من ثانية. وهنا بعدها سألني عن بروبلم، بعد ما بكتب له بروبلم بيسويتش باك دروب بتاعت اللي هي ساينس اللي هي قدام. دلوقتي احنا هنشرح البرنامج. وهنا زرار ساين اب، لكن لما سبرايت كليك السويتش باك دروب الاول اللي هي بتاعت الساين اب وبعدها يشو. دلوقتي احنا هنشرح الكود بتاع البيشنت. وهنا وين باك دروب سويتش اللي هي البيشنت ساين اب يستنى حاجه بسيطه ويسال انتر يور نيم. دلوقتي هكتب استنى بعدها برضو حاجه بسيطه ويسال انتر يور ايج، وبيسجل الاجابه اللي انا بقولها دي في الفاريبل بتاع يعني النيم سجلها في البيشنت نيم والايدج سجلها في البيشنت ايدج، ويستنى ويسأل عن والرقم لازم يكون حدث الرقم زي ما كاتب. وهنا بيسجل الإجابة بتاعتي دي في البيشنت نمبر. وهنا بيقول لي إن الإيميل لازم يكون في ات ودوت كوم. هنا أكتب مثلا وبعدها سألنا على الباسورد، والباسورد لازم يكون أكتر من أقل حاجة 4 ويكون مثلا فيه علامة هاشتاج اند، ويسجل الإجابة بتاعت البيشنت باسورد دي في الانسر في الفاريبل بتاع بيشنت سبورت. ودلوقتي هنعمل لوج ان بالاكونت اللي احنا لسه عاملينه. هنا لما اضغط عليه بيستنى اول لما الباك دروب سويتش يستنى حاجه بسيطه ويقعد يسال سؤالين. هنا انا هكتب ولازم يكون الايميل اللي انا لسه عامل بيه ساين اب. وهنا اول لما اعمل لوج ان هياخد فيس ريكوجنيشن ليه عشان هو بيعمل ثلاث امراض بس اللي هو حب الشباب والبهاء والحساسيه. كمان انا عندي اوبشن ان انا اكلم جات جي بي تي. وهنا مثلا اقول له مثلا كتبت له بقى كود، هو جاوبني وقال لي يعني في ادويه معينه لازم تاخدها وتنام كويس. وهنا زرار الاسك اجين، هنا زرار الاسك اجين لما اضغط عليه بيجيب لي ان انا اسال تاني. دلوقتي انا عندي اوبشن ان انا اتكلم مع جات جي بي تي بصوت I have a cold. مثلا قلت له Why did the chicken cross the road? To prove he wasn't a chicken. هو قاعد يرد عليا. كده احنا بنكون خلصنا شرح البرنامج. المريض ليه الحق في رعاية صحية سهلة وسريعة مهما كانت ظروفه. التطبيق ده مش مجرد فكرة، ده طوق نجاة لكتير من الناس اللي محتاجين رعاية صحية بدون أي تعقيدات. مع بعض نقدر نغير مفهوم الرعاية الصحية ونخليه أبسط وأقرب لكل إنسان.